ترتيب السحب في القرعة. لإجراء هذه القرعة كما قلت لكم منذ البداية سيكون معنا إذن ومن ضمننا أسطورة كرة قدم الأفريقية. أرجو أن تسمحوا لي بأن أحدثكم عن ضيفنا باللغة العربية. هو لاعب من نوعية خاصة، لقب بالصخرة بسبب قوة أدائه وصلابته في مركز قلب الدفاع. توج ب3 ألقاب لكأس الأمم الأفريقية مع الفراعنة. مع ناديه الأهلي حقق رقما غير مسبوق حينما فاز ب6 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا أعوام 2001 2005 2006 2008 2012 و2013، بالإضافة إلى 5 ألقاب لكأس السوبر الأفريقي. كان أول لاعب في القارة يكمل 100 من المباريات في البطولات الأفريقية للأندية، كما خاض أكثر من 100 مباراة دولية مع الفراعنة. هو قلب دفاع الأهلي ومنتخب مصر السابق وائل جمعة. وائل جمعة retraité depuis 2014. Il est incontestablement à 41 ans une légende vivante du football africain. إنه أسطورة حية من كرة القدم الأفريقية. وعندما نتحدث عن المنافسات الأفريقية هو كان الصخرة للجيل الذهبي للنادي الأهلي. قبل أن ندعو أسطورتنا للكرة الأفريقية على هذه المنصة لمساعدتي في إنجاز هذه القرعة، اسمحوا لي سيداتي سادتي أن أدعوكم بأن تتابعوا مقطعا للفيديو يبرز لنا تاريخ ضيفنا وأسطورتنا. أشكركم سيداتي سادتي على انتباهكم. كابتن وائل جمعة. أهلا بيك يا كابتن، شرفتنا. اتفضل. السلام عليكم. شرفتنا كابتن وائل، وبنهنيك على كل الإنجازات اللي حققتها على مدار تاريخك الكروي في البطولات الأفريقية. اسمح لي قبل ما نبدأ مراسم فعاليات القرعة رابطة الأبطال، اسمح لي أسأل حضرتك سؤالين سريع، يعني مش هناخد من وقتكم كتير. كنت أول لاعب يتجاوز 100 مباراة في البطولات الأفريقية للأندية. تجاوزت الرقم ب 115 مباراة، يعني يا ريت تقول للسادة الحضور يعني حضرتك شايف ازاي، كيف ترى هذا الانجاز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية سعيد جدا ان انا موجود في وسط الحفل الكريم ده، واشكر الكاف طبعا على دعوتي، ومرة تانية سعيد جدا ان انا موجود معاكم. فاتمنى ان شاء الله التوفيق لكل الاندية المشاركة، واولها طبعا نادية والعمل تاريخي وعمل انجازاتي كلها النادي الاهلي. فيعني البطولات الافريقيه طبعا قيمه كبيره جدا، وهي السبب في شهرتنا كلنا، وهي السبب في الانجازات اللي احنا عملناها كلاعبين وكانديه بتشارك في البطوله الافريقيه باستمرار. فالبطولات كانت صعبه طبعا جدا علينا، وبتتطلب مجهودات ضخمه وتركيز كبير جدا من اللاعبين، وانا واحد من الناس اللي يعني الحمد لله ربنا وفقني ووفرت وادخرت مجهودي كله، وساعدت نادية على قد ما اقدر، وساعدت بلدي على قد ما اقدر في المنتخبات.
يعني انجاز وتاريخ يحسب لكل واحد شارك في البطولات دي. فمره تانية انا سعيد جدا ان انا كنت جزء من التاريخ اللي اتعمل ده والانجازات اللي اتعملت للناديه وللبلدي. شكرا يا كابتن وائل. سؤال اخير قبل ما نبدا. حضرتك فزت مع ناديك السابق النادي الاهلي بدوري ابطال افريقيا 6 مرات، وطبعا ده رقم قياسي غير مسبوق. عايزينك تقول للساده الحضور وطبعا لجميع المشاهدين اللي بيشوفونا عبر قنوات التلفزيونيه ايه اصعب بطوله خدتها مع النادي الاهلي؟ يعني كنت حاسس ان يعني فريق النادي الاهلي كان قاب قوسين او ادنى انه يخسر البطوله، فيا ريت حضرتك تكلم الساده الحضور على الموقف ده. يعني الحمد لله طبعا البطولات كلها بيبقى ليها طعم حلو، والبطولات دايما تحقيقها صعب. اهمها واصعبها فعلا اللي بتحققها اول مره بعد صعوبه كبيره جدا. بالنسبه لي طبعا كانت مباراه الصفاقسي 2006 البطوله الاصعب على النادي الاهلي وعلى كل الانديه المصريه. اعتقد كان ظروف المباراه دي بطوله صفاقس دي صعب جدا علينا، ان احنا كنا متعادلين في ملعبنا والفريق التونسي فريق محترم جدا في التوقيت ده وفريق قوي جدا، وصعب ان احنا بعد ما تعادلنا في ملعبنا نروح نكسب بره ملعبنا ونكسب في اخر دقيقه في الدقيقه 93. البطوله دي من البطولات الصعبه والعزيزه جدا علينا كلنا. بطوله 2012 بطوله الترجي اللي فزنا فيها برضو على الترجي، فريق كبير جدا وفريق كان قوي جدا في التوقيت ده، وعملنا اداء انا بعتبره احسن اداء للنادي الاهلي في بطولات افريقيا اللي شارك فيها كلها كمباراه نهائيه. فالبطولتين دول من اعز البطولات طبعا عليا، ولكن كل فرحه ادخلناها على جمهور النادي الاهلي وعلى الجمهور المصري هي لحظه عزيزه علينا. فبالنسبه ده بالنسبه للمباراتين يعني. نشكرك يا كابتن وائل على تشريفك لينا، وهرجع تاني للغه الفرنسيه لشرح مراسم فعاليات القرعه.